ونقول السلام عليكم تاني. دخلت من بث مباشر على صفحتي على الفيسبوك، ودخلنا على التيك توك. يعني انا شايف نفسي دلوقتي اتنين. والله. المهم نتكلم في حاجة مهمة جدا. غصب عننا عين الحياة هنبقى قادرين، وغصب عننا عين الحاقدين هنكسرهم، وغصب عننا عين الحاسدين هنقهرهم، وغصب عننا عين النجاح هنوصل له. ولازم لازم لازم فعلا الأحلام لا تؤتى في الليل والسهر والأنام والأحلام. فعلا الأحلام تؤتى غلابة كده بالقوة. مش فاكر الجملة نصا، ولكن اللي عايز اقولك بالمعنى الصحيح، مهما كانت الأحلام لازم نقدر، لازم نقوى. مش هنفضل نشتكي ونحكي ونغني ظلموه. لازم نجيب الطاقة الإيجابية بطريقة أو بأخرى، بقوة من غير قوة، بصبح ليل. هنجيب إرادة، هنجيب أصحاب يدعمونا، نحاول. ما احنا لازم نحاول. ما خلي بالكوا، احنا لو ما حاولناش مش هنبقى بني آدمين، مش هنبقى أي حاجة. تعالوا اشربوا معايا قهوة اختراعي. أنا بحب أعمل اختراعات في القهوة. يعني دي مثلا نص تيك توك، نص أمريكاني على نص قهوة في الكاتل. يعني أنا حاطط الاتنين على بعض ازاي ما تفهموش. يعني أنا اخترعتها كده وطلع لذيذة. القهوة طعمها مختلف شوية. كان في صديقة الله يمسيها بالخير ويصبحها بالخير، هبة الحفناوي، بتقول حط عليها نعناع. قمت حطيت من شوية عليها. يعني النعناع كانت جميلة جدا وطعمها جميل، بس ما تعملوش زي لما جيت جربت النعناع الناشف اللي هو الفتلة. ما طلعتش حلوة خالص خالص. ولو هتحط تنتوفة كده كان افضل اوراق النعناع بجد، وهو يا دوب ورقتين 3. ندخل بقى في موضوعنا ونتكلم، واوضح لكم ان كل حاجة غصب عننا عين الحياة. على فكرة احنا دلوقتي كلنا في ضغوط، لكن لو استسلمت للضغوط الضغوط هتيجي اكتر ما هي. في مثل بيقول لك ايه بقى؟ المدلع بيدلعوه اكتر، والمرتاح بيريحوه اكتر، والمضغوط بيضغطوه اكتر، واللي بيشتغل بيشتغل اكتر، بيخلوه يشتغل اكتر، واللي بيتسكلن اكتر. هي كده الحياة. الاستاذ علي جوجو بيقول والله انت راجل محترم. يعني مش عارف، اول مرة اشوف اسمك يعني حلو قوي السنة ده. الله يبارك فيك يا رب، ويبارك في ذوقك يا رب. وانا بشكر، والله بشكر الناس اللي شايفيننا ناس غاليين، شايفيننا محترمين، شايفين. وبشكر ربنا في الاول في الاخر ان لسه ستره علينا. والله بشكرك يا علي والله على الاعجابات والذوق ده. اهلا اهلا اهلا. الاستاذ الجميل الراقي الكوتشنج محمد عاطف النادي، حبيبي الغالي منور الدنيا. الله يبارك فيك يا رب. شكرا لك. شكرا يا علي. بيقول حصل. هو ايه اللي حصل؟ انا اتشرفت بيك جدا يا علي وبشكرك. انا اتمنى تدخل على قناتي علوم الحياة مع احمد ايوب، اشترك واتفرج وقول لي رايك. ويهمني لما تخش دلوقتي، انت الحمد لله بتعمل اعجابات اهو، ادخل على الفيديوهات بتاعتي وقول لي رايك. انا يهمني رايكم، ويهمني ان انتوا تستفيدوا. انا مش بغني. انا كل اللي انتوا شايفينه من فيديوهات، انا في قناه على اليوتيوب فوق 1000 فيديو، وعلى الديليميشن وعلى التيك توك ومش عارف ايه. بس كل دول ما يسواش يعني مش غرور والله، بس في معلومات كتيرة جدا. يعني كل اللي انا طرحته ده المفروض ان انتوا تستفيدوا منه.
تتعلموا يعني نرتقي شوية. انا بحاول اسعى في اني الاقي مجتمع راقي، الاقي مجتمع تقريبا الاهالي ما ربوش، فاحنا بنحاول ان احنا يعني نعلي من شأن المجتمع شوية، واقول لهم النبي لو كنت مسلم، كنت مسيحي، كنت هندي، كنت هندوسي، ابوس ايديك اتعلم الانسانية قبل ما تتعلم اي دين، ابوس ايدك. بس يلا، الاستاذ علي بيقول تسلم يا دكتور، الله يبارك فيك، يشرفني يا دكتور، ربنا يبارك في اصلك ويحفظك يا علي يا رب. شكرا يا محمد عاطف النادي، دايما بيثني بكلامه الجميل. محمد عاطف النادي وهو انسان راقي ومهذب، تحس ان هو كده من الناس الراقيه اللي تحس ان هو جنتل في نفسه كده. والله تحس ان هو ليه كاريزما لوحده، بسم الله ما شاء الله عليه. وربنا يدينا العمر ونلتقي ان شاء الله مع الناس كلها المحترمه. بيقول رأيي ايه، بس مفيش كلام يتقال بعد ما قال. اشكرك، شكرا لذوقك. اتفضلوا معايا القهوة دي اختراعي، انا بعمل كل شوية في القهوة دي اختراعات والله. حتى محمود درويش اهو، يعني مش عارف هو متابعني لحد دلوقتي ولا لا، بس انا شفت ان هو دخل. محمود درويش من الناس الطيبة الذوق المهذبة، ف شرب من ايدي القهوة بالشوكولاتة وعجبته الحمد لله. انا بخترع انا في القهوة، انا حتى والله فكرت اعمل كافيه والله، بس عايزة فلوس يعني. المهم ناخد رأي استاذ علي. بيقول والله يا دكتور دول ناس منافقة وبيحبوا الارث. ما هو احنا بقينا والله. زميلة لسه بتكلمني، هي تخصص التخاطب وكده، بتقول لي عايز اعمل ماجستير في الاعاقة ودكتوراه زي حضرتك. قلت لها والله انت تخصصك غيري، انا صحة نفسية، انت تخاطب، بس لو على النصيحة ما تعمليش. قالت لي ليه؟ قلت لها احنا في مجتمع بتاع هلس، هتعرفي ترقصي هتجيبي فلوس، الدنيا هتبقي تشتري الشهادة اللي انت عايزاها، مش هتعرفي ترقصي، مش هتعرفي تعملي هلس والله العظيم، ولا هتنفعي في ام البلد دي، البلد دي بتاعت هلس. استاذ علي بيقول والله يا رب الناس تفهم الكلام ده، والله انت تستاهل كل خير وربنا. قول يا رب، قول يا رب. عارف يعني من ضمن طموحاتي نعمل كافيه واسميها العياده النفسيه، بس الكافيه ده يبقى للفرفشه بس، الوان بامبا، الوان خضراء، الوان مريحه للعين، ومش شيشه وبس، لا يبقى حاجه فرفشه كده. استاذ الكوتشنج محمد عبد بيقول حضرتك الاحسن والافضل، والله ربنا يبارك، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. اشكرك. انا من عشاق القهوه جدا، يشرفني، وان شاء الله لما نتقابل اعمل لك قهوه حلوه انت وعلي ومحمود كمان. بيقول اهو حبيبي يا دكتور ربنا يبارك في اصلك. بيقول محمد عاطف نادي صح والله، اقسم بالله البلد دي فعلا والله بلد هلس. قالت لي زميلتي بتكمل يعني الحوار، بتقول لي والله عندك حق. قلت لها والنبي ما تزعلي مني، قلت لها والله يعني، قلت لها والنبي ما تزعلي مني، بس هو ده صراحه البلد دي بتاعت رقص وتهييس يعني. انا اذكر النهارده كنت بتكلم مع حد، فبقول له ده في رقاصه لسه طالعه، ما فيش لسه بتشم نفسها، بقت في الساحل بتاخد في الساعه 100,000 جنيه، اللي انا لو خرجت معاش من وظيفتي مش هاخد 100,000 جنيه، ولو اشتغلت ال25 سنه، لا يا سيدي 30 سنه في وظيفه حكوميه في مصر مش هعمل 100,000 جنيه. هي بتاخدها في ساعة. تعالوا نردد الأذان، لأن احنا لو ما رددناش الأذان هنيجي وقت الموت مش هنعرف نتشاهد. نقول الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قام متابعتك علي، ربنا يبارك فيك، شرفتني جدا يا استاذ علي جدا جدا. وانا عايزك لو حابب تسال في اي حاجه اتفضل، حابب نتكلم في موضوع معين اتفضلوا، انا معاكم. والله انا تعبان اصلا من البلد دي ونفسي اغور منها والله العظيم، وانا بحاول ادور على تطوع يقولوا لي لغه. طب يا عم هي تطوع، هعمل لك اللي انت عايزه، عايز لغه ليه؟ برضو ما فيش. دورت على لجوء، ما بياخدوش لجوء من مصر.
بياخدوا لجوء من الدول حتى الخليجيه، لكن ما ياخدوش من مصر. مصر سمعتها زفت حتى في كل حاجه. طب اعمل ايه يا جدعان عشان اسافر؟ قال لك اعمل محاولات بقى. فبشوف من هنا واشوف من هنا، لكن في النهايه كله رزق. بس في مشكله كمان، ان انا عارف الاحداث اللي جايه. ما هي دي مشكله منيله بنيله. ليه بقى؟ بلاش اتكلم فيها، احنا ممكن نتشحور دلوقتي لو اتكلمت فيها. فانا لو اتكلمت فيها ممكن حساباتي تتقفل اصلا. ف والله يا دكتور، بيقول استاذ علي وربنا ازازه الميه 250 جنيه وربنا في السهل. عرفت، ده ب 500 على فكره، وطبق الفول ب 500، ومش عارف كوبايه الشاي بلبن بقت ب 1000 ونص. طب والله يا ريت، بس اكتشفت ان في رجال اعمال هم المسيطرين على الليله في موضوع الساحل ده. يعني الواحد لو راح حب يعمل كشك، اكيد رجال الاعمال مش هيسكتوا. لازم انت جاي منين وفين ورايح فين وبتاع. وطبعا الفلوس دي اللي موجودين في الساحل هم فلاحين وصعايده، هم اللي تحت ايديهم. اشتغل يا ابني، خد قد كده شهر واديني فلوسي يعني من الاخر كده لازم يبقى ليك ظهر. مش هتروح تعمل فرده في الساحل. يعني انا فكرت ان اشتري خلوه والله في الساحل، بس مش عارف يعني اسيب بقى الصحه النفسيه والكلام البلح ده. بلح في مصر. لا انا كل ما اتذكر العميله المغربيه اللي كانت في فرنسا وهي بتكلمني وبتقول لي انت هنا تبقى ملك بشهاداتك دي، انت ازاي 300 جنيه يعني حوالي 10 15 دولار، انت بتهزر؟ طب اقول لي السكرتاري ايه؟ يا لهوي، كان حاجه كوميديا. والله كوميديا السوداء. كانت هي بتقول طب اقول لي السكرتاري ايه عشان يبعتوا لك فلوس. انتوا متخيلين مستقليه ثمن الاستشاره اللي هنا المصريين بيستسخروا مش عارف بيستسخروا في نفسهم ولا بيستخسروا فيا انا ولا ايه. مش انا قسما بالله بحط كف على كف. واحده عايزه تعمل استشاره، فبقول لها ثمن الاستشاره ب 300 جنيه اونلاين، فلو سمحتي وبتاع وتعملي فودافون كاش ومش عارف ايه، تعمل بلوك على طول. ليه؟ مش عارف. هو انتم مفكرين الصحه النفسيه ببلاش؟ انا ما اتعلمتش ببلاش والله، ما اتعلمت ببلاش. بس يلا، الاستاذ علي هيختفي مصالح يا دكتور. صح، مصالح يا علي، صح. انا متشرف بيك قوي يا علي. هو حضرتك منين؟ وعرفني بيك كده، وعايز تتكلم في موضوع معين نتكلم. هدينا بندردش. انا سبحان الله يعني احيانا ما بلاقيش واحد في بس، وسبحان الله ولقيت علي ولقيت اهو دكتوره شيماء والاستاذ محمود والاستاذه امل. شرفت بيكم جدا. الاستاذ محمد نادي بيقول يا دكتور انا تعبت والله وعملت مجهود كبير عقبال وصلت حاجات تقريبا لسه في ناس في مجال التدريب والصحه وبعدين مش وصلت لحاجه. لا والله العظيم نفس الكلام. انا في ناس انا اللي كنت بدربهم على ايدي، يعني انا اللي كنت بديهم معلومات في التدريب، بس لمجرد عندهم حظ ولمجرد عشان بنات فخدوا مكانة في مراكز التدريب بقوا حاجة دلوقتي. لكن احنا لسه. ليه؟ علشان بنات. بس معلش يعني زمان اتقالت لي كده كلمة ايام ما كنت بدور في إدارة الأعمال والتسويق المبيعات والعلاقات العامة والشغل ده، فقال لي اخدك انت ولا اخد واحدة؟ قلت له والله انت صح، تاخد واحدة. قال لي انت راجل، لكن واحدة تبقى يعني خفة ودلع وحاجات حلوة. فيعني الحمد لله الحمد لله. الدكتورة شيماء الدي بتقول كوميديا بائسة. والله هي دي مصر. الاستاذ علي بيقول لو استغربت هتتعب يا دكتور وربنا. والله مش لو استغربت، لا، لو فهمت. في كلمة اتقالت في مسلسل الفهمان تعبان والعبيط للدنيا دي جنة. والله
الأستاذ محمد والاستشاري وأستاذ في مجال التدريب بيقول: والله أنا كمان حصل معايا وعملت كده. أنا اكتشفت، أستاذة الدكتورة بتقول دي، الدكتورة شيماء دي بتقول: أنا اكتشفت إن أي شغل في مصر فله علاقات. طبعا طبعا. أنا آسف يا دكتورة، أنت لو شلت كلمة دكتورة وخليتيها شيمو وفتحت بس عملتي كده، والله هتجيبي بس وهتجيبي فلوس وتبقى الدنيا حلوة. لكن دكتورة شيماء وطلعت اتكلمتي في اي بلح في اي بطيخ علمي، والله ما حد هيبص لك. اخرهم يعملوا لايكات علشان انت واحدة، يمكن تبتسل لهم الحياة ويعملوا معاك كده. لكن انت لو كده من البداية هتجيبي فلوس زي الفل. والله انا في زمايلي في الشغل وبتاع بيسألوا: انت جبت بقى فلوس بقى من اليوتيوب ومن التيك توك؟ قلت لهم: انا والله لا بتاع رقص ولا غيره. قالوا: يعني ايه؟ قلت لهم: ده لازم اعدي ملايين وناس يقعدوا يسمعوني. انا راجل بتاع علم، هيقعدوا يسمعوني ليه؟ انا بقول معلومات، هيسمعوني ليه؟ مش هيسمعوني. الاستاذ علي بيقول: انا من القاهره من المرج، اتشرفت بيك. انا من المطريه. استاذ علي بيقول: نصيب والله يا دكتور، اللي ربنا كاتبه هيكون ان شاء الله، وربنا يفرجها عليا وعليكم. وعايز اقول لكم تاني وتالت ورابع وخامس: غصب عننا عين الدنيا هننجح اكتر، وغصب عننا النجاح هنجح وهوصل اكتر، وغصب عننا عين الحاقدين والحاسدين انا هقدر. قولوها لنفسكم. والله ما بهزرش، وبتحدي لأي حد بيسمعني وأي حد وأي مخلوق وأي حد في الدنيا دي: هوصل غصب عن عين أي حاجة. لازم. أنا أستحق، أنا الدكتور أحمد أيوب أستحق النجاح وأستحق الثراء وأستحق الوفرة. قولوها لنفسك. الدكتور محمد عاطف، الدكتورة شيماء، الأستاذ علي وغيره، قولها كده: انا استحق النجاح، وانا استحق الحب، واستحق الوفره، واستحق الفلوس، واستحق الدولار والدهب، والدنيا تبقى حلوه. لازم الدنيا تبقى كده، وغصب وبتحدي. العميتين ابو اي حد يضايقني. يلا. الكوتشنج مفيش علم في مصر يا دكتور احمد. طبعا هنوصل ان شاء الله في مصر، هنوصل في اي حته بتحدي. استاذ علي بيقول: الدنيا اللي عبيط جنه. ما انا قلت لك ايه؟ الدنيا اللي عبيط جنه. هي كده. اقول لكم على حاجه: كل ما بترتقي في المعلومات وفي العلم، كل ما انت شخصيا بتهدى، بس في نفس الوقت بتتعب ذهنيا. الأستاذة علياء حلمي: أنت تستحق، ولكن لابد من الداخل أن تصدق نفسك. حلو الكلام ده، برافو برافو، كلمة جميلة. أنا مصدقها، لأن أنا أستحق بكتير جدا. كل اللي انتوا شايفينه ده كله ما يسواش 10% من اللي جوايا. لازم تصدق نفسك يا أستاذ علي، ولازم يا أستاذة أمل، ولازم يا أستاذة علياء، ولازم يا دكتور محمد عاطف وشيماء دي وغيره. كلكم صدقوا نفسكم، حطوا رجل على الرجل كده. واحده لسه من يومين بكلمها مش عارف ايه، ولا الصوره حلوه بس لازم تحط رجل على رجل وايدك تبقى في اللي هو وضعيات الثقه يعني. قلت لا عيب. لا عيب ايه يا ست الكونتيسه؟ عيب ايه؟ وعي الانثى لازم تحط رجل على رجل. وعي الانثى لازم لما تقعد ما تقعدش كده، لازم تبقى كده. تمام. وعي الانوثه لازم يبقى فيه ثقه علشان تبقى تثبتي ذاتك. تمام. الاستاذ علي بيقول: يا رب يا دكتور، انت تستحق كل خير، وربنا ومن قلبي ربنا ينجحك يا رب. انا وعلي والدكتور محمد والاستاذ علياء والدكتوره شيماء وكل اللي معايا ان شاء الله. والاستاذه امل حياتي بتضحك. طب ماشي، كويس اني بضحكك، والله ربنا يبارك لك يا رب، وكفايه اني ضحكت كده خدت ثواب. الكوتشنج بيقول: ما فيش حد بيوصل في مصر غير الرقصات والمغني المهرجانات. ما انا بفكر اشتغل راب والله، او لو ينفع اشتغل زي ما انت قلت كان ممكن، بس مش هينفع يعني، انا راجل يعني مش هينفع. لو نتكلم في مغني في الغنى ممكن نشتغل راب والله. لو حد هنا بيتابعني ليه في الراب كلمات وبتاع، يلا ونعمل دوت، نعمل فريق ثلاثي المسرح من جديد بس راب بقى.
والله نشتغل، والله قسما بالله لو عملت اغنيه واحده انا كاحمد ايوب هنجح احسن ما نجحت السنين اللي فاتت كلها في الصحه النفسيه. انا عارف احنا الشعب بتاع هلس اصلا، وهيسمعوني وهيشغلوه في التوك توك وهيشغلوه في الميكروباصات وهيشغلوه في الدنيا كلها. الاستاذ علي بيقول طيب انا مش عارف اصدق نفسي والله يا دكتور، يبقى انت مش هتنجح يا استاذ علي، مش هينفع كده، انت لازم تنجح وتدور في جواك. احمد مكي قالها في اغنيه، دور جوا نفسك هتلاقي نفسك. والله ادخل الموسيقى وادخل الرياضه وادخل الصحه وادخل في التعليم وادخل في التدريب، ادخل في الاعلام، ادخل في اي حاجه، المهم هتلاقي موهبتك وبتستمر عليها تصدق نفسك. او محدش مصدقني دي مش مشكله، دي مش مشكلتك، كان اهم حاجه تصدق نفسك كده بقوه وتقول يا عم ميتين ابو اي حد وطز في اي حد. والله قانون طز ده ينجحك على فكره، طز في اي حد كله تحت رجليك، المهم انت فاهم. استاذ علي بيقول وانا معاك يا دكتور، اتشرفت بيك وان شاء الله ننجح كلنا سوا. استاذ علاء لابد من الوعي الانثوي في قوه المراه في انوثتها، ده المفروض، لكن مشكلتنا انا عايز اقول لك انا عملت فيديو الحمد لله عدى دلوقتي 30,000 مشاهده في التيك توك، يعني كويس كمشاهده يعني بالنسبه لي. فانا بتكلم عن لازم الراجل يبقى راقي، يحترم الانثى، بلاش جو الاعتماديه والكلام ده كله. حرام عليكم، انا بشتغل نص ساعه في المطبخ لان انا عايش لوحدي، بتعب الكلام ده كله. انا لقيت ردود سخيفه، والله سخيفه. يعني ايه رجاله راجل يخش من البيت يقول لها انت بتعملي ايه يعني، واللي بتتضرب واللي بتتهان واللي كل يوم بتقول على الراجل بتاعها حسبي الله ونعم الوكيل. الرجاله دي عايشه ازاي؟ يعني الرجاله دي ما تربوش؟ هو لازم ان انت تهيني المراه اللي معاك؟ حاجه نيله. يعني من الوعي الانثوي برضو ان هي مش فاهمه ان اللي انت بتعمليه ده فضل من عندك، وانك مش فاهمه ان وضعيتك لما تحط رجل على رجل ده مش تقليل من اللي قدامك، ده اثبات لنفسك. ما هي دي مجتمعنا اللي متربي غلط، مجتمعنا متربي غلط ان وضع رجل على رجل عيب. لا مش عيب، من الثقة بالنفس انك لازم تحط رجل على رجل، خاصة للأنثى. في حاجات كتير جدا المجتمع عايشها غلط. المهم الكوتشنج محمد بيقول مصر ما فيش حد بيحقق حاجة في مصر، قسما بالله انا عارف، بس ادينا بنحاول ولازم تحاول. احنا مش هنفضل نعيط، مش هنفضل نشتكي. انا بيجي لي وقت ببقى متعصب ومضغوط وحالتي زفت، واظن شفتوني في كذا لقاء وكذا موضوع وكذا فيديو موجود على قناتي وعلى الفيس وغيره. لكن هنفضل ايه؟ احنا لازم نحاول، لازم نعيش عشان نحاول. لو ما حاولتش تبقى فشلت، تبقى خلصت كده. لكن اللي بيحاول هينجح. توماس اديسون لما عمل اللمبه، لما المذيعه قالت له انت فشلت في 999، قال لها انا عملت محاولات 999 مره لم تنجح وليس فشل. فهمتني؟ واظن دي كلمه شهيره في مجال التدريب، واظن حضرتك عارف الكلام ده. الاستاذه امل حياتي بتقول فعلا معاك حق، شرفت بيكي جدا وتعليق صح جدا. محمد عاطف بيقول مصر بلد الهلس. ماشي خلاص، هنعمل ايه يا محمد؟ ما خلاص عديها. علياء صح جدا، تشرفت بيكي تمام. الاستاذ علي بيقول والله يا دكتور انا انبسطت معاك جدا وفرحتني وربنا يديك على قد نيتك. والله الحمد لله انا نيتي الحمد لله نظيفه وزي الفل، وطالما واي حد فرحته دلوقتي قوم يلا اتحرك، فرح نفسك، شغل اغنيه وشهيص. اي حد فرحته يبتسم ويضرب الدنيا صارمه، يروح يجيب ايس كريم ويسمع المسلسل الكبير قوي، يروح يعمل قهوه ويفرفش، يجيب مكسرات ويغني. والله ما فيش مشكله انك تغني. على فكره اقول لكم على سر، جميع الامراض الجلديه والجميع الامراض الحساسيه ان حضرتك بيجي لك كبت وبتعمل كبت لنفسك، هوايتك طلعها، غنى، رسم، رقص، رياضه، اي بطيخ في اي بتنجان اعمله. لو عملت كبتي لنفسك في المشاعر هيجيلك هرش، هيجيلك احمرار، هيجيلك زرقان، حتى الزعل.
لما بتزعل وانت قبل النوم بتصحى يبقى يجيلك وجع ظهرك، وجعك، علامات زرقاء، حبوب، الكلام ده كله. طلعوا مشاعركم، الفرح والزعل. الحياة مش مستاهلة. ميتين ابو اللي يزعلك على ميتين ابو اي حاجة، قولوها كده. اه والله قوليها لنفسك، وانت قولها لنفسك. واي حد يزعل ميتين ابو شكله. اهو انا هفرح كده وانا اعيش حياتي، وطز في اي حاجه، واشرب القهوه كده واروق على نفسي. بس حد عندي حاجه؟ اه والله قولها لنفسي. وما حد بلاقيه متوتر ومتضايق اقول له يا ابني هو حد ليه عندك حاجه؟ يقول لي لا. اقول له انت زعلان ليه؟ واحد والله كان متوتر وقلقان، فقلت له يا ابني هو انت خايف من ايه ومكسوف وخجلان وبتاع؟ بقول له يا ابني انت في حد انا ماسك عليك زله؟ قال لي لا. قلت له طب انت قلقان ليه؟ قال لي تصدق عندك حق. والله في مكالمه واحده، في 5 دقايق ده بيقول لي تصدق عندك حق. قلت له طب ما دام عندي حق مكسوف ليه؟ وعندك ليه الثقه بالنفس ضايعه والدنيا ضايعه ليه؟ الاستاذ محمد بيقول في ناس بتحاول بتحاول ايه؟ في ناس بتحاول ومش بتوصل لحاجه. والله انا بحاول من امتى؟ بحاول من 2016 في الصحه النفسيه، في مجال التدريب من 2006. ايه راي حضرتك بقى؟ احنا في 2024 ولازم تحاول. لازم تحاول يا محمد. يكفيك شرف المحاولة، يكفيك انك عملت فوق ال10 شهادات، ال20 شهادة حاططهم على الحيطة، حاططهم في الدولاب. يكفيك انك انت عملت لنفسك كيان محدش حواليك عمله. انا كاحمد ايوب انا يكفيني عامل فوق ال30 شهادة، فوق 38 شهادة بعمر. انا لو طلعت لكم شهادتي والله انتوا تستغربوا اصلا. لسه ما جبت لهمش براويز لان انا عارف هعدي الدستتين في البراويز. انا يكفيني شرف ان حاولت، يكفيني شرف ان عملت نفسي بدون اي طلبت مساعده ولا واسطه. وانت يا محمد اكيد عديت فوق 10 شهادات اكيد يعني. يكفيك ان انت خدت معلومات ما فيش حد بيوصل لها. يكفيك ان انت حاولت للوعي اللي ربنا واللي الرسول وصى بيه. يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي ان انت قعدت تفكر وتتدبر، وباقي بهايم ما لهمش اصلا في التفكير حاجه. يكفيك ولا ما يكفيش؟ صح؟ الحمد لله. ونرضى. هقول لك على مفاجاه. تخيل كده ان انت في الدول الافريقيه اللي انت بتشوفهم دلوقتي متهربين، بيموتوا جوع وعطش وغيره في التهريب وغيره عشان يجوا مصر. انت متخيل يقع من نقرة يجي في ضحضيرة؟ انت ولا هم؟ طيب انت ولا الناس اللي بتدغدغ دلوقتي في اماكن متفرقة؟ وانت عارف انا بتكلم على ايه، مش عايز اتكلم في حاجة تودينا في ورا الشمس. يبقى انت. طب انت يا محمد مش انت عندك وظيفة غير بقى التدريب والصحة النفسية؟ كأنك انت اصلا ما درستش. يعني انت معاك مرتب كل شهر الحمد لله. يوم ما بيجي لنا وجع بنروح نجيب الدواء ولا لا؟ الحمد لله. قولها برضا. اصل انت لما بتكون جعان مش لاقي تاكل، فجأة يجيلك الاكل وتشبع، بتقول الحمد لله برضا. حس اللي انا بقوله لان انا حسيته، يعني انا حسيته بكل معنى، ان كان جوع ولا تعب ولا غيره. فانت دلوقتي هتقول الحمد لله برضا، مش الحمد لله خلاص. كان انا بقول بسم الله فناكل لقمه ونقول الحمد لله. حسها. ما وصلتش مفيش مشكله، هيجي وقت وهتوصل غصب اللي انا بقوله لك ده انا وصلت ليه. انا كنت في قمه عدم الرضا مفيش من كام شهر، فكرت في كل انواع الحاجات السلبيه، ولسه من يومين كنت تعبان جدا. فاللي انا بقوله لك ده بناء عن تجارب معايا. كل اللي بيسمعني في التيك توك او على الفيسبوك، الحياه لو ما فيهاش وجع مش تبقى دنيا.
الاستاذ محمد بيقول لو الدكتور او الاستشاري او يعني من يعني مع حفظ الالقاب، انا في كتاب باسمي اسمه اسرار التغيير. حلو، حلو، ده انا نفسي اعمل كتاب. انا بفكر ان اعمل الماجستير بتاعي، لان انا كل حرف فيه انا كتبته بايدي في مجال التربية والاعلام في تأثير الشخصية. كتاب بيبقى محفوظ في كذا جهة، اسمك موجود حتى لما بتموت. الله، ده انت عملت حاجة هو انا ما وصلتلاش، يبقى انت احسن مني، يبقى انت تقول الحمد لله. فهمتني؟ سيبك من كلام البلا بلا بلا والناس كلها 24 قيراط لكن صدقني لو فكرت في المميزات اللي انت وصلت ليها هتقول الحمد لله برضا. امسك ورقه وقلم دلوقتي، كل اللي بيسمعني، وانت يا استاذه امل بتعرفي تغسلي المواعين، استاذه علياء بتعرفي تعملي زراير، الاستاذه الدكتوره شيماء دي بتعرفي تختاري الالوان مع بعض، الكوتشنج محمد عاطف بيعمل شو حلو جدا، بيتصور بشكل احلى، بيعرف يلبس بشكل جميل، ليه بوزيشن ووعي وتدريب وغيره. عندك مميزات كتير صح؟ امسك ورقه وقلم كده واكتب كل مميزاتك، حتى في اختيار اللون اكتبه، حتى ان انت بتعرف تصور، معاك موبايل بتعرف تصور بيه كويس، اكتب. صدقني هتفرح بنفسك. وعلى فكره دي تقنيه بقى نفسيه، صدقني ساعتها مش هتقول الحمد لله وانت يائس او انت زعلان، هتقولها وانت راضي. محدش وصل لكل مميزاتك. ممكن ناس في سنك مش لاقيين شغل وبيدوروا تايهين. استاذ ومع حفظ الالقاب بيقول محمد عاطف بيقول حبيبي والله ربنا يخليك. فهمتني؟ الحمد لله انك فهمتني. امسك ورقه وقلم واكتب مميزاتك، وانت اكتبي كل مميزاتك، صدقيني في الاخر هتبقى انت مبسوطه قوي بنفسك. فهمتوني؟ الحياه حلوه، حاول تسعد نفسك بيها. مش بيقول السعاده قرار؟ اسعد نفسك باي حاجه، اقل حاجه. مش لازم انك تروح تشتري قهوه اسبريسو، اشتري 5 جنيه شوكولاته، 5 جنيه اللي بتتباع للاطفال دي، او البونبوني او الملبسه اللي بجنيه دي ولا ب2 جنيه، وحطها في الكنكه بتاعت القهوه، ونزلها كده في الكنكه في الكوبايه واشرب. مش لازم تبقى فنجان، خليها كوبايه، هتحس بمتعه انك عملتها باقل التكاليف في بيتك مرتاح، تتفرج على فيلم وانت رايق. مش مهم. في ناس في سنك يا استاذ محمد ما اتجوزوش ولا خلفوا، مش عندهم استقرار. غيره 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 غيره. العوامل المؤثرة حواليك بتأثر فيك طبيعي، بس لازم يا محمد الحياة حلوة والشو حلو والكلام ده كله، وعارف انك انت عندك ضغوط، بس ما تستسلمش. لو فشلت هو الاستسلام، او انت اذا استسلمت هتفشل. ما تستسلمش. انا عارف ان انت، طب هقول لك على حاجه. الساعه دلوقتي 8:30، انا عارف انت قريب مني، ايه رايك انا ممكن انزل اقابلك في اي كافيه النهارده او بكره اللي انت عايزه؟ انا بكره فاضي بعد العصر، يعني بعد الساعه 4. اي حد، يعني اي حد عايزني في استشاره تحت امرك معايا، بس عشان انا عارفك كويس. تعالى اتفضل، تعالى تشرفني. انت ممكن تركب ميكروباص دلوقتي تيجي بعد في خلال ساعه، ساعه ونص مثلا، كتيره خالص. تعالى ونشرب قهوه ونقعد في البيت، هنروق، مش لازم كافيه. تعالى اقعد هنا، انا هنا وهنقعد في البيت، هنشرب ونروق الحال وهنتكلم مع بعض. مع ان احنا اتكلمنا مع بعض هتروق حال شويه. هو ده اصلا لكل اللي بيسمعني دكتور الصحه النفسيه، هو صديق لحضرتك باجر. ده هو معناه في اوروبا. على لما تتكلم معايا هترتاح. تعالى هنتكلم مع بعض ونفرفش وهنروق الحال، واعمل لك قهوه بايدي وهروقك. تمام؟
الاستاذ محمد عاطف، لما تشوف عيال صغيره بتغني مهرجان وتوصل، ما انا فاهم، بس انت يعني انا، بس في مشكله يا محمد، في مشكله. انا مش هينفع ارقص، انا مش هينفع اعمل مهرجان. انت نفس الكلام. احنا بتوع وعي، احنا بتوع تدريب، احنا بتوع علم. انا ما ينفعش اعمل الكلام ده. هم هيوصلوا زي بتاع كزبره اللي طلع وقال اضربوني بالقلم بس طلعوني امثل. انا ما ينفعش اعمل كده. انا لو امثل حاجه محترمه يا اما ما امثلش اصلا، او انا اغني حاجه محترمه يا اما ما اغنيش اصلا، فاهم؟ انا ما ينفعش اعمل هلس، وبالتالي مش هم نجاحهم فشل بالنسبه لي. فهمت اللي انا عايز اقوله؟ يعني حط نفسك مكان كزبره ده، انت ينفع تطلع تقول الكلمتين دول؟ ينفعش. دول انا مش موجود في القاهره والله. لما تيجي القاهره تشرفني، عايز اعمل لك جلسه علاجيه ايا كانت، مساج، استرخائي، علاجي، عايز اعمل لك فوطه ناريه، عايز اعمل لك ريبسيكولوجي، عايز اعمل لك حجامه، عايز اعمل لك جلسه نفسيه، اللي انت عايزه انا تحت امرك. كل ده بترخيص وتدريب وبتاع. فيعني انا واحد بعلم درست وبتاع، فاللي انا يعني هتقعد معايا مش صاحب وبس، لا انا فاهم اللي بقولك عليه، ومش هدفعك فلوس يا عم محمد. اول جلسه مني كادو مني، خلاص؟ فك كده وسيبها على الله. تعالى يا سيدي نروح مركز شباب، في بيسين، نقعد ونهيص وندردش، وهيبقى قدامنا البسين، وهيبقى قدامنا الحياه حلوه. هنروح اي حديقه من اللي هي ب5 جنيه دي في مصر الجديده ولا غيره، نقعد ونتكلم شويه. عايز تيجي تشرفني في بيتي، على راسي. فهمت؟ بيقول انا في مطروح. ايوه انا فاهم. حضرتك استاذنا، على راسي، ربنا يبارك لك. لا انت ذو علم وانا بحترمك وعلى راسي. فهمتوني؟ واي حد متضايق، اي حد مضغوط، اي حد مخنوق، لو فرضنا انك ما تعرفنيش شخصيا، مكسوف تكلمني، ايا كان، اتصل بصاحبك قريبك، روح اتكلم معاه، ارفع السماعه ودردش معاه، اقعدوا مع بعض وخدوا ود من الطاقه كده. هتفرق جدا معاكم، تفرق جدا. كوتشنج والله لو انا في القاهره اجي ليك والله يشرفني يا محمد، وتحت امرك في اي وقت. تمام. انا شايف التيك توك ده غريب جدا جدا. يعني انا دلوقتي داخل، بس انا كنت الصبح الساعه 6:30 تقريبا من يومين، كان معدي 200 مشاهده، دلوقتي 42. ازاي؟ انا مش فاهم والله. التيك توك ده غريب جدا. انزل فيديو يعدي 30,000 مشاهده، وفيديو تاني ما يعديش 10 مشاهدات. انا مش فاهم فيه ايه بامانه، يعني حاجه نيله خالص. انا مش فاهم فيه ايه. تيك توك ده غريب جدا جدا. حس ان الحال برضو واقف، بس هنعمل ايه؟ ادينا بنحاول. فيس بقى، نت، ايا كان. حد طالبني في تدريب هروح وهشتغل. الدنيا هتمشي غصب عن عين الحياه. فاهمين؟ فاهم يا محمد؟ عندك في مطروح اعمل علاقات وروح اعمل تدريب. مطروح، بورسعيد، اسكندريه، بحيره، اعمل اي حاجه. ادخل في اي مجال. يمكن المجال ده مش بتاعك، خش في التغذيه. كوتشنج محمد عاطف بيقول حاول يا دكتور احمد. ما انا بحاول بقالي سنين. ان شاء الله ربنا يكرمنا، ان شاء الله ربنا يفرجها عليا وعليك ان شاء الله. امتى ما اعرفش. ربنا يوفاني ووفاك ان شاء الله ويكرمنا ان شاء الله. اديني مكمل. في يوم من الايام، الكلام ده من حوالي 7-8 سنين، ففي واحد كان دخلني حزب كده. كانت حملة اسمها حملة محليات للشباب. حملة المحليات للشباب كانت المقصود بيها ان انت تاخد دورات وتتعال المحليات وتشتغل وتبقى عضو محلي وجو ده. كوتشنج محمد بيقول انا اهلي زوجتي من البحيره، يشرفني جدا وناس محترمه جدا،
ورحت اسكندريه على راسي. انا ضربت في اسكندريه وضربت في البحيره على فكره، كنت بفتتح مركز في البحيره. واسكندريه كان مش افتتاح، ولكن كان اكتر من مركز كانوا طالبيني، وانا معارفي في اسكندريه كتير يعني. لدرجه انا بقولت ان شعبيتي في اسكندريه اكتر من القاهره اصلا يعني. الحمد لله. المهم نرجع في موضوعنا. ففي واحد اللي كان مدخلني مع حلقات الشباب دي دخلني من حوالي 3 سنين. فبالصدفة دخل معايا على بث مباشر، كنت بتكلم في الفيسبوك. فقال لي يا انت لسه مكمل؟ قلت له لسه مكمل في ايه؟ قال لي انت لسه بتدي محاضرات ولسه ماشي في المجال السياسي والتدريب وبتاع. قلت له اهو. قال لي بجد يعني انا احسدك على ان انت لسه مكمل. قلت له ايوه انا لسه مكمل. ايوه لسه مكمل ولسه بحاول غصب عن عين اي حد، لسه بكمل ولسه بحاول. على قد ان هو استغرب واندهش وان هو قال كلمه ما عجبتنيش، بس فرحتني. والله فرحتني ان الناس، في بعض ناس يشوفوك انك انت لسه بتحاول ولسه بتقاوم ولسه بتعافر، في حين ناس تانية فيما معنى. في حد قال لي هما بيبحلقوا ليك وبيبصوا لك باستغراب، مش علشان ان هما متضايقين منك، لا. طب ما هو ممكن يكونوا مستغربين قد ايه انت لسه واقف على رجليك. شايفين المعنى؟ ادوني دقيقتين وهجيلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ تأخرت عليكم. يا رب تكونوا بسعادة، ويا رب يكونوا دايما سالمين وناجحين. احنا كنا داخلين نتكلم على التيك توك عن الابراج والفلك وعلم النفس، بس هي طلبت دورة تنمية ومحاضرة ثقة بالنفس والاستحقاق وقانون طز. من ضمن القوانين اللي بحبها برضو قانون لا لأي حد يتدخل في خصوصياتك، لا أي حد يقول لك كلمة تجرحك، لا لأي كلمة توجعك، كلام الناس تحت رجليك، لا لو حد
بيكسر نفسيتك او بيكسر خصوصية او بيكسر ارادتك، ما تخليش حد يتدخل في حياتك ولا في قراراتك ولا في اي شيء. قول له لا بأي طريقة، ما تفتحلوش الباب، ما تردش عليه، ما سيبه وامشي، تجاهله، اطرده من حياتك، قلل المنزلة بتاعته، لكن اوعى تدخل حد خصوصياتك. دايما بقول ان الحمار لو مش موطي محدش هيركبه. خليك دايما عزيز، وانا بقولها دايما، همتي همة الملوك ونفسي نفس حرة ترى المذلة كفرة. الذل كفر والضعف كفر. خليك دايما تستحق وعزيز وغالي. اقول لك في المبيعات خلي بيعتك غناوة. عارفين يعني ايه غناوة؟ غالية، ما تفصلش، لا ده بيضة، لا ده سمرة، لا ده حمرة، لا مش عارف ايه. انت الحاجة دي تعملها 10 جنيه، عايزة مش عايزة خلاص. لا ده كمان مش ب10 جنيه، ده ب20. وانت اللي تنزل بمزاجك. اللي قدامك ده ما يفصلش، سيبه ويمشي، مش مهم، هيرجع لك. اللي عايز يشتري هيرجع لك. نفس الكلام الحياة، اللي شريك هيشتريك بعيوبك بمميزاتك، هيشتريك. واللي عايز يبيعك هيبيعك من اقل كلمة انت ممكن تقولها. هيستنبط من حروفه، هيقلبها ويقول لك السلام عليكم والسلام، انا مش عايزك في حياتي. انا النهارده عملت حظر للانسانه لان هي كانت بايخه معايا، وقالت لي كده بالنص: انت اسلوبك مش حلو وهحذفك لان طاقتك مش حلوه واسلوبك مش عاجبني بلا 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 بلا. وانا علشان انسان راقي ومحترم ومهذب قلت لها شكرا زي ما تحبي. لكن اكتشفت ما كانش لازم اقول كده. كان المفروض اول من كلمه تعمل ايه؟ بلوك. بس انا اتاخرت، افتكرت الكلام النهارده. شكرا، تاخيري ده ما كانش ينفع، عملت لها بلوك. واي حد مهما كان وايا كان ما اعتبرنيش كحل في عينه، مش هعتبره حتى نعل جزمتي. قولها لنفسك، هتلاقيك دايما عزيز، هتلاقيك دايما تستحق الناس الراقية، هتلاقيك كل اللي بيجيلك شايفينك عالي وبيقدروك لانك انت شفت نفسك عالي. وقولها تاني وهقفل حواري: انا استحق الغناء، انا استحق الوفرة، انا استحق الغنى، وانا استحق الحياة الحلوة، وانا استحق الحب، وانا استحق كل ما هو جميل في الحياة عشان ابقى سعيد. كل حاجة واي حاجة انا بتمناها استحقها. انت قولوها لنفسك، قول لا اله الا الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه. واخر كلمة انا بحبها: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والدعاء اللي جميل انا بحبه، دعاء وتسبيحة: الله ولا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. لها سر عظيم عظيم، زي بالظبط الفاتحة، كل آية فيها قوة. الفاتحة بس لوحدها لو عندك إيمان انت ممكن تنزل ال7 أراضي وتطلع ال7 سماوات وتلف العوالم كلهم بقوة ال7 آيات دي. تعمل أي حاجة بقوة ال7 آيات الفاتحة لو عندك إيمان. زي بالظبط الإيمان بلا إله إلا الله،
برضو اللي سرها عظيم، تقفل كل القواق الشقرات بتاعتك، وبتبقى عندك قوة لا إله إلا الله. بيبقى لسانك ده بيقفل الشقرات بكلمة واحدة، لا إله إلا الله. كفاية كده، كفاية كده. أشوفكم على خير، أشوفكم دايما بابتسامة، وأشوفكم دايما بقوة واستحقاق، أشوفكم دايما بنجاح، وإن شاء الله إن شاء الله في أقرب وقت كل واحد يحقق كل أحلامه بقوة لا إله إلا الله. سلام.